كاينه واحد القاعده يمكن لك تعتمد عليها في بزاف ديال الحوايج. هذه القاعده هذه شنو كتقول لك سيدي مع الوقت داكشي اللي كتستهلكو غادي تنتجو. بمعنى الا كنتي واحد الانسان اللي الكونتوني اللي كتستهلك عباره على تفاهه دائمه، فمطلقا في المستقبل سواء البعيد او القريب يكون واحد الانسان اللي هو تافه. وكذلك الا كنتي واحد الانسان اللي كيستهلك واحد النوع من المعلومات ايا كان، معلومات دينيه، فضاء، ايا كان، مع الوقت غادي تنتج داكشي اللي كنتي كتستهلكو. فراه ما يمكنش واحد الانسان اللي لي فيديو اللي كيستهلك التليفون ديالو عامه غير بالتفاهه انه ينتج لنا معرفه. راه باينه وبديهيه ان هذا الانسان هذا ما غادي ينتج لنا غير السبان والمعيور وتخسر الهضره. فلذلك حتى الانسان داكشي اللي كلائم معاه هو اللي يدير. ماشي انت واحد الانسان اللي طموح وشغوف ومركب لراسك واحد الثقالات غير هكاك. يعني في هذه الحياه خصنا حوايج اللي يعاونونا ماشي حوايج اللي يردونا اللور. كنستخدموا التليفون كنستخدموه، فلا باس انه تستخدموا في واحد الحاجه اللي غتنفعك وغتزيد بك للقدام. ومن الطرائف كذلك اللي يقدروا يعاونوك ويقدروا يبوشيوك هو ان الطبيعه تخشى الفراغ. يعني يقدر واحد الكونتوني دابا كتستهلكو كيجيك ثقيل كيجيك ممل، ولكن كيتلائم مع الاهداف ديالك. وبشيرك خاص تستهلك داك المحتوى. مع الوقت الدماغ ديالك غادي يعود هادشي الا ما خليتيلوش واحد القنت واحده اخرى فين يتزقزاقا، حيتاش الدماغ دائما يبحث عن الحاجه السهله، ولكن فاش ما كيلقاهاش غادي يمشي لديك الصعيبه حيت ما عندوش مع الفراغ. اقولها واكررها دائما، راه ما يمكنش تبقى انت ما كدير والو. هذه بديهيه واحد الحاجه اللي متفق عليها. فهذه الا بغيتي تخدمها لصالحك كتخلي للدماغ ديالك غير داك الكونتوني اللي هو مزيان، غتقول له يستهلك ويبقى في الفراغ. ما غاديش يبقى في الفراغ، غادي يستهلك داك المحتوى اللي غادي يزيد بك للقدام. من الطرائف كذلك التي عبر عنها التاريخ وسطرها كذلك قصه ديال واحد الملك كان باغي يغزو واحد الجزيره وباغي يستولي عليها. فهاد الملك هذا كان متيقن من ان العدد ديال الافراد الجيش ديالو غير كافي بتاتا باش انهم يهزموهم. يعني الا جيتي للمنطق وجيتي للعدد انك تقول بالكتل راه هو خاسر، ولكن دار واحد الحيله اللي هي خطيره بزاف. بحال قلتي هو قرا وعرف مزيان الطبيعه البشريه، جهز جيوشه مشاو بالقوارب ووصلوا لديك الجزيره. ملي وصلوا دار واحد الحاجه اللي جات الجيوش كاملين على انه غير كيخربق. فغير وطاو على ديك الجزيره وهو يتلفت لدوك القوارب ويحرقهم كاملين، حرقهم واحد ورا واحد. الجيوش ما اتفقوش معه ولكن كيبقى هو القائد. شنو قال لهم؟ قال لهم كاينه وسيله واحده او اثنتان باش اننا نخرجوا من هذه الجزيره، يا اما غادي نخرجوا وحنا ميتين يا اما غادي ننتصروا. فملي ما خلاش ليهم وسيله للتراجع او وسيله باش انهم يرجعوا للديار في حاله ما لقاوها خايبه ولقاو على انه ما كايناش بوسيبيليتي لانهم ينتصروا، او بالاحرى ما بقاتش عندهم وسيله للفرار، ولا راجل واحد كيقتل لك 6 وكيقتل لك 7 حيتاش هو في عقله يا غادي يقتل يا غادي يموت. ونعطيك مثال اخر وساختم. خذ غير مشى سير وكاليها في شي حيط كاليها وما تخلي لهاش فين تهرب. بهاد لو فيت اللي درتي غتشوف مشى ولا تسبع، تعبير مجازي ولكن راه فري غادي تخرج لو ماكسيموم بوسيبل ديالها باش انها تنجا بروحها. السلام عليكم.